فأنا بشتغل مراقب دوام عند أبو الوليد بيك. شغل كتير ظريف وما في أحلى من هيك وراتب كويس. عرفت شلون؟ هلا دوام الصبح يكون دوام الصبح غير لما يكون دوام المساء، يعني عندنا كذا آلية وعندنا كذا موضوع عمل. لا شكرا. أهلين. كأنك مو على بعض. أنا؟ مبين علي؟ واضح كتير وبس مبين. كل الناس شايفين هيك؟ شو بدك بالناس؟ ان شاء الله هامك حدا منهم. لا أنا بردانة شوي. ليش ما اخذتي قبل شوي ضيفتي؟ تعال تفضلي. أنا أطيب وحدة. هي خلص روح. تسلم. شكرا. كسرت لك البرستيج. ألف مبروك. عقبال 100 سنة إن شاء الله. انا ما في مبروك. لك مبروك. شكرا. مبروك الله يبارك فيك. بارك فيكم. صدقيني انبسطت لك كثير. فإلك عندي دعوة على الساحل، رحلة بتجنن تاخذ العقل، من اللاذقية للبسيط بضوء القمر، أنت والأستاذ مروان، شو رأيك؟ يعني شكرا كثير، فعلا دعوة مثيرة بس يا خسارة. ليه؟ لأنه بكرة مسافرين على إيطاليا. عن جد؟ نيالك إيطاليا بتاخذ العقل. وإمتى ناويين تفرحوا الفرحة الكبيرة؟ بعد بكير. شو بنا سحاب؟ خليهم مبسوطين، ما في أحلى من أيام الخطبة. مزبوط، أنا هيك بسمع بيقولوا أحلى شيء أيام الخطوبة. أهلا حبيبي. وشو رأي الأستاذ مروان بهالموضوع؟ والله أنا بهالموضوع بترك الرأي لأم الريم. تتهنوا كثير لايقين لبعض. بالإذن ها؟ كثير حلو. اهلا طاهر بيك. اهلا طاهر بيك. اهلا 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 حاتم بيك. اهلا وسهلا. لو سمحت شوي. يا حضرات، يا وجوه الخير، يسعد مساكم. اسمحوا لي وبعد اذنكم اقول كلمة صغيرة، بس صدقوني هاي الكلمة طالعة من قلبي من جوا وكلها صدق ومحبة. أنا ما شافت عيني ولا راح تشوف مثل أبو الوليد بيك، مثال للشرف والشهامة والنزاهة والرجولة والصدق والمحبة. الله اكبر. والإنسان وقت اللي بيعبر عن حبه للآخر يعني يبوسه بجبينه، بس أنا راح أعمل أكثر من هيك، راح بوس أبو الوليد من إيده. أعطيني إيدك لو سمحت. العفو يا طاهر بيك، العفو. كلنا اخوه واصدقاء. علي الحلال يا أبو الوليد، ماني بتحرك من هون لحتى تعطيني إيدك، أنت كبيرنا.
على مهلكم يا جماعه. معلش يا جادو. الله يسلمك. الله يسلمكم وان شاء الله ما بتشوفوا شر. حب لكم بمناسبة الشفاء اللي منحني اياه رب العالمين سبحانه وتعالى، وبمناسبة خطبة ريم، راتب شهر اضافي لكل العاملين بالشركة. وان شاء الله ما بتشوفوا شر وبتضل كل ايامكم سعيدة. شفتك بعد ما أقلعت الطيارة اتضايقت ورحت أخذت زاوية ووقفت. ما قدرت امسك دمعتي يا ابو محمد، لهيك انزويت لوحدي. بعرف والله بعرف. ابو محمد، وعدني انك ما تترك الاولاد شو ما صار لي. روحي فداك وفداهم يا معلم، وحياة عينك هن ببوا عيوني من جوا. هذا املي فيك يا ابو محمد. عجبكم هيك؟ هاي عملها من ورا ظهر السيد مروان. اللي ليش انا عرفت؟ مع انه انتم بتعرفوا رفيق اكل شارب نايم عندي بالبيت. برأيي هي أمور خاصة ما بالضرورة الإنسان يحكيها حتى لأعز أصدقائه. ياسر على فكرة أنت دائما هيك. مزبوط، أنا هيك. أنا ضد التدخل بخصوصيات الآخرين. أنتوا كلكم مثقفين هيك مثل بعض. لا تنسى أني رجل أعمال، والأعمال ما بتتعارض لا مع وعي الحياة ولا مع القضايا. ايوه اخي، بما انه القعده صارت هيك اسمحوا لي لوين؟ عندنا شغله. مع السلامة. إيه يا مثقف؟ يا أستاذ، شعبنا هيك، يعني مهما تطور او ادعى الحداثه او اللحن فلكلوري بيفضحوا. المرحبا تحضر وحداثه وشيكات ومليونيرات، يعني من اول دلعونا او نخف الجمل ما شاء الله او من مفرق جاسم بتلاقيهم توحدوا. طيب شو السبب راجح بيك؟ باعتبارك انت مرجع. اخي في شيء بسموه روح الشعب. يعني نحن التجار بس يصير معنا شويه مصاري نفكر حالنا جايين من باريس، بينما روح الشعب الموغده في القدم ما حدا بيقدر يغيرها، لا العولمه ولا ما يعولمون. مزبوط. استاذ راجح، فعلا انا معجب بثقافتك. يعني مليونير ومثقف، ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله. هذا شيء رائع رائع جدا. نعم. بينما نحن غرقانين بالحسابات والارباح، خود وهات وهات وخود. يا شامل بيك، انت من الاثرياء الاصلاء، مو من هدول محدثين النعمه اللي الله وحده بيعرف منين جايبين هالنعم. شو اخبار مكافحه البطاله استاذ جداد؟ عم نشتغل بدون كلام وملل نخفف من أزمة البطالة بهالوطن الحبيب. ودخلك قديش نسبة البطالة بين المواطنين الأحباء؟ بالحقيقة تختلف من منطقة لأخرى ومن شريحة للتانية. خطي شغلوا هالناس، شغلوه. استاذ جودة، بدي اسالك، شو طلع لك من وراء مكافحه البطاله؟ شي 3 ملايين عطل على العمل. معقول؟ دخلك اضرب لي كل واحد ب1000، قديش بيطلعوا؟ شو بقل؟ وين عايشين؟ قول ب50 ب60 ب70 ألف. بالاول كان بده يتوظف يدفع لواحد، هلا صار يا رجل بده يدفع ل4، من جودة بيك لمدير الفرع بالمحافظة هيك للمحل بده يتوظف فيه. ايه على مهلكم. الدولة هلا بلشت مكافحة الفساد. أخي من آخره، عندك شي للغسيل؟ غسيل شو؟ جرابات، بنطلونات، قمصان. ايه بس فهمت عليك. 50 مليون. كأنه قليل. دخلك أخضر ولا بردقاني ولا أصفر؟ لك شي بكون اهدوا انتوا اثنين. شو مفكريني؟ غاسل اموال ولا تاجر مخدرات ولا ملياردير بقرار؟ معلش انت جيب لي شو في عندك وشوي شوي بيكبروا. اخي الناس مع الوقت. شفت امبارح طاهر بيك بالحفله؟
حضرته بده يفهمنا انه هو تابع لابو الوليد من شان نخاف منه. نعم. ولا شو رايك؟ انا ماني شايف انه هو هيك. لكن كيف شايف؟ يعني طاهر متغطرس ورافع عنفه وشخصيته مثل الديك. فعلا. لولا يكون في شيء كبير كثير ما بيعمل هيك. طيب برايك شو هو هذا الشيء الكبير؟ ابو الوليد ماسكه على شغله كبيره وجايب راسه الارض. بس شو هي هي الشغله؟ ما عرفت لها. الله اعلم. ما شاء الله يا راجع بيه، انت اللي لقطها. ما شاء الله ثقافه ونباهه. لك بلشت تحسدك يا راجع بيه. كل شيء حاولت اني اخلص من كلمه بيك المجروره باسمائنا ما قدرت. المهم شامل بيك، انا شميت ريحه مؤامره بوجودنا كلنا. اذا كان طاهر ثعلب فابو الوليد ديب. الثعلب عامل حاله ميت ليريد طريقي. انا اللي شايفه صراع بين حبريه وصقر، ومين بيربح الله اعلم. الاحتمالات كلها مفتوحه. طيب شو رايك؟ ننتظر ونشوف. بس كل النفوذ والقوه بايد ابو الوليد رغم كل محاولات محدثين نعمل. طيب ممكن ينزاح كتسويه بين الاطراف؟ بالعكس، اذا نزاح تنكسر التوازنات، وبهالايام كل الاحتمالات مفتوحه. صباح الخير ابو الوليد بيك. صباح النور. حضرتك الآنسة صفاء؟ نعم يا بيك. حضرتك أخته للأستاذ جودة؟ نعم ابو الوليد بيك. شو مؤهلاتك آنسة صفاء؟ شهاداتك، الدورات اللي عملتيها؟ خريجة معهد سكرتاريا ببيروت، دورات كمبيوتر، دورة محاسبة وبروتوكول. عظيم. قديش حددوا لك الراتب؟ 20,000. حظك كويس، من أول يوم إجاكي راتب إضافي. الله يخلي لنا اياك يا بيك. بتمنى إنك تهيئي لي جو هذا. طبعا العلاقات العامة حطوكي بجو عملي. الهدوء، الدقة، الإتقان، عدم التداخل بين الصلاحيات. لا مقابلة بلا موعد إلا بعض الأسماء اللي موجودة عندك بالدفتر الخاص. يعطيك العافية، الله معك. المهم رضاك عني يا بيك. ايه بابا، ايه حبيبي، اشتقت لك كثير كثير. ايه وصلنا الحمد لله، وصلنا بالسلامة ونشرب قهوة أنا ومروان. ألف الحمد لله على السلامة. هلا صرت بقدر أشرب قهوتي وأنا مطمن. حبيبي وينك هلا؟ بالمكتب حبيبتي. بالمكتب؟ طب بابا والله ما بصير هيك، بكير على طلعتك من البيت. ولا يهمك حبيبتي، وضعي صار ممتاز. ماشي، دير بالك على حالك الله يخليك. انت ديري بالك على حالك وسلمي لي على مروان. طمن أنا كثير منيحة، ومروان بيسلم عليك كثير. بابا مروان بتشكرك على سهرة امبارح. بتعرف شو قال لي؟ قال لي نيال اللي عنده أب مثل أبو الوليد. إلا كان قلي له نيال الأب اللي عنده ولد مثل مروان. يا حبيبي يا بابا، خد احكي معه. أهلين عمو، كيفك؟ أهلين، أهلين حبيبي مروان، أهلين بابني الرابع. الله يخليك. الله يسلمك عمو، انا كمان بشرفني اكون ابنك الرابع والله العظيم. حبيبي مروان، ما بدي وصيك بريء. لا طبعا عمي ابو الوليد، بعيوني لي. يسلموا عيونك. وهلا لريم، هلا صار فيكم تفتحوا الظرف. اوكي عمو، تفضل هيري. ايه بابا، دير بالك على حالك حبيبي. تشاو تشاو. الله يخلي لك يا ما شاء الله، عن جد بس انا ما بستاهل، بتعرف ليش؟ لانه بنت رائعه مثل حكايتك اكيد حيكون عندها اب رائع بهالطريقه. يعني قبلت تنضم لعائلة أبو الوليد وتصير الولد الرابع؟ بشرفني. لا والله ما بدي، لا فعلا ما بدي، لانه بتعرف ليش؟ ما بتزبط الخطبه.
لا بدنا نسال عمو ابو الوليد شو حاطط كورونا يعني الله يخلي لي اياه ما يحرمني منه ابدا. الو. يسعد صباحك طاهر بيك. اهلين معلم جبرة، صباح الفل. سمعت كانت سهرة رائعة امبارحة. فعلا الحق معك. شو قال صوت الكاسات وصل لبرا وجوه حلوة يا سيدي، بهنيك على هيك سهرة. يخلي لي اياك. على قولة المثل يا معلم جبرة، اليوم الفرح لا تفوته لأنه الهم واصلين عليه. والله صحيح، يوم الفرح ما بيتفوت. كمان نسيت هنيك على الخطاب اللي هيك ألقيته بين ديات أبو الوليد وحطيت له الطاعة. يا سيدي فعلا شيء رائع. شو الظاهر كانت عيونك هنيك. شو رأيك أنت؟ يعني معقول تفوتني هيك سهرة؟ لا لا لا، أنت مزعوج من الخطاب يلي أنا حكيته. لا نشوف طاهر بيك. شو قصدك معلم جبرة؟ بعدين بقول لك. على كل حال امتى رح نلتقي؟ قريبا جدا طاهر بيك. مع السلامة. الله معك. يا سيدي واطي هالزلمة. شو هالبلطجي القليل الأدب هاد؟ دائما بيعبر لي عن إعجابه بأبو الوليد وبده ياني بنفس الوقت أبعد عنه. صدق عليك المثل يا جبرة، أنت مثل دبانة الخيل، لا فيني أخلص منك ولاني قادر أتحملك وأنت عم تمص دمي. لشوف لأيمتى هالقصة بيني وبينك يا جبرة الكلب. اشتقت لك حبيبي. مو بعيد، لو اشتقت لي عن جد كنت بترد على تليفوناتي أكثر من 20 مرة دقيت لك. يا حبيبتي، انت بتعرفي لما ما برد عليكي مين بيكون جنبي. طيب على القليل ابعت مسج. هلا بدنا نقضيها معاتبة ولا شو؟ امضي عيونك. مثل الممثلين. ليش إننا أحسن مننا؟ ها. بجنن كتير حلو. يسلموا ايديك حبيبي. شو؟ هاي برطيل ولا هدية؟ ولا رشوة مش عم عاد احكي؟ انت بتحكي يلي بدك اياه، بس المهم ضلي عم تضحكي. ضحكتك عندي تسوى الدنيا كلها. الله لا يحرمني منك. يسلم لي الكابتشينو. ام جميل. ايوه مدام. جهز الغداء. خير تفضل. بس كنت احلم اني ادخل صرت واحد من اهل البيت. شبك مانك مصدق؟ لا مصدق، بس بفترة حتى اصحى. لا حبيبي بس حالي انا بدي اياك صاحي وواعي. ليك شديد؟ تفضل. انا واعي بس
ارتاح ونام وغير ثيابي. باي. انت كمان. شو بدك؟ نحكي على التليفون. لا وين؟ خلص من هذا الأربعة. باي. بدون لف ودوران، أنا زلمة بغسل عملي، وأنت عندك مصاري وسخين وبدهم غسيل. هيك على بلاطة. على بلاطة. حلو. أخي بدفع 10%. ليش بقى؟ تعطيني 100 وسخة، برجع لك 80 نضاف، وأنت الربحان. إن شاء الله مفكر ال 20% باخذهم لجيبتي. أنا بدفع هون وهنيك ولفلان ولعلتان وجوات البلد وبراتها. أنت مفكرهم كلهم لجيبتي؟ فكرك المصاري والفواتير اللي بتمرق بدون ما حدا يقول لك شو عم تساوي بيمرقوا هيك على حب النبي؟ ماشي، اعمل خير وكب البحر. 12% ويكون بعلمك في غيرك. مين بتقصد؟ نامق بيك؟ روح اسأله. لا مو نامق، في غير نامق. في كتير، بس اللي اموره نافذة وما حدا بيقول له ما احلى الكحل بعينك انا ونامق ونحن واحد. اخي رافع، يعني كلمتين نضاف احسن من جريده وسخه. قديش بدك؟ اعطيني من الاخر. 18%. 15% ولا فلسه زياده. 16% وما بنزل ولا فرنك. اذا عجبك خير، اذا ما عجبك انتهى النقاش. اتفقنا. يا سيد يا اخ. ايه حضرتك لو سمحت؟ صباح الخير. صباح النور. محتاج شي مساعدة؟ ايه والله محتاج. بدي اسألك، هون ورشات كرم للتعهدات؟ لا استاذ غلطان، هون ورشة متوسط التعهدات. ايوه. عفوا، شو اسم حضرتك؟ أنا مصطفى. مصطفى، عاشت اسامي يا مصطفى. دخيل عينك يبدو دلوني غلط. وين بتصير ورشات كرم؟ ورشة كرم صار شي 300 متر لقدام على ايدك اليسار. بعدنا كثير يا اخي. قلت لي انت مصطفى. يا اهلين اخي مصطفى، شو بتشتغلوا؟ أنا هون مراقب حركة. مراقب حركة؟ قديش راتبك؟ شي 15,000 ليرة. على كل هالجهد اللي عم تأديه بس 15,000؟ يا أستاذ نيال اللي صاير له شغل بهالأيام. تعرف يا أخ مصطفى، لو كنت عندي أقل من 25,000 ما بحسب لك راتب. قديش؟ 25,000 وبتستاهل أكثر. اطلع يا ابني يلا. تسلموا ايديك يا بنتي. صحة ابو الوليد. كبير بس غني وكلاس. ديري بالك يا بنت، بجوز. بدك شي؟ منتظرة أوامرك. يعطيك العافية، الله معك.
خير 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 استاذ، شبه السيارة؟ ما بعرف، وقفت على غفلة وكربجت. بدكم مساعدة؟ ما بدنا نعذبك معنا يا لطيف انت. بالعكس تماما يا استاذ، انا بأمر عيونك، ثواني وبكون عنكم، ثواني. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، وبكرة بتشتتني على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. وحديتني وردي خبيتها بكتابي، زرعتها على مخدي، هديتك مزهرية لكن تدارية، ولا تعتني بيا وضاعت الهدية. وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش؟ بدك تسمع؟ حابب تسمع؟ بحبك. تيامو تيامو تانتو. وهي السيارة جاهزة استاذ، تفضل. لك الله يعطيك العافية، والله ما بعرف كيف بدي اتشكرك. ولو استاذ اقل منا، نحن بالخدمة. هلا خلص دوامك؟ عمليا ايه؟ طيب خليني رد لك الجميل ووصلك معي على الشام. والله ما بدي اعذبك معي يا استاذ. تسلم لي، ما راح وصلك غير لقدام البيت. لا والله عن موقف ميكرويات منيح. علي الحلال قدام البيت. والله مو ممكن يا استاذ، عن موقف ميكرويات وكتر الله خيرك. هلا اطلع وبعدين بنحكي. اطلع اطلع. مدموزيل صفاء، أنا ماشي، سكري الباب ورتبي المكتب. عراسي يا بيك. وسلمي لي على الأستاذ جودة. تكرم يا بيك. صدقيني ما بحبها هي كلمة بيك، بس شو بدي أعمل؟ وين جادو؟ أنا هون معلم. حضر السيارة أنا جاي. حاضر معلم. شفي هذه ليش واقفة؟ ما بقدر اقعد حضرتك واقف استاذ. شايفة؟ أستاذ أحلى. مثل ما بتريد. الحقيقة من وقت ما حكى معي أخوكي قررت شغلك، ولما عرفت خبرتك بالسكرتارية قلت منيح، أنا بالواقع بحاجة لسكرتيرة أمينة ودقيقة وعندها خبرة، وآمل أني أكون وفقت بالاختيار. أرجو أن يكون عند حسن ظنك أستاذ. بس انتبهي، العمل ثم العمل. أكيد أستاذ. والمبدأ الرئيسي عندي بس أطلع من المكتب ممنوع حدا يدخله. ما حدا رح يدخله أستاذ. باي. Pronto professore, sono Rim. Sì, Rim. Dimmi, Professore, faccio fatica a finire la mia tesi. ma hai dato dell'ottimo idea. Un buon progetto. Grazie, grazie mille. Ma ci sono dei punti ancora non chiari e non voglio presentare la tesi incompleta. Potrebbe influenzare negativamente la commissione. Va bene, va bene. Gli studenti bravi sono sempre in ansia. Credono sempre che manchi qualcosa. Mi piace questo modo di fare. Le ansie dell'intelligenza sono il primo passo verso una ricarica approfondita. La ringrazio, professore. Lei mi incresce sempre. Ma cosa devo fare? Sono sempre ansiosa e nervosa. Mi sento insicura. Ascolta, Rim. Io sono felice adesso. Proprio perché tutti eliminati. Ti consiglio di stare calma e di avere felice. Hai fatto un buon lavoro. Grazie. Grazie mille, professore.
والله لين صطيف. ليه يا بيك؟ لكن حضرتك اللي تبرعت لابو الوليد بعد الحادث. طبعا. حلو، فاكرمك وشغلك. كتر خيره، نحن فقرة. ما اعطاك اكراميه؟ الحقيقة هو ما قصر، ونحن لما رحنا تبرعنا ما كنا فاكرين بهذا الموضوع. تبرعنا؟ ليش في غيرك تبرع له؟ اختي ليلى. كيف عرفتوا بالحادث؟ اختي رفيقة بنته ريم، وليلى لما سمعت بالحادثة رحنا فورا على المشفى، وبالمشفى قالوا لنا انه ابو الوليد بحاجة دم، وبالصدفة نحن زمرتنا اوسلبي بتعطي الكل. يا سيدي هي الزمرة ما بتاخذ غير من حالها، لذلك سموها افضل زمرة. وهذا اللي صار. دخيلك لا تخجل، قديش عطاك؟ بصراحة 200,000 ليرة. بس يخرب بيته. إيه والله ما اكون بمحله ما بقبل اقل من 5 ملايين، انسان انقذ حياتي، العمى معه عشرات المليارات يا رجل. قديش؟ تفاجأت، ولك اكثر من 300 مليار، ولك هذا الدولة لما بتحتاج بتتدين منه شبك. من ابو الوليد؟ لك ايه من ابو الوليد شبك. قال 200,000 قال. وقفتك معي بالورشة بتستاهل المبلغ واكثر، بس مبينتك شبقة بضاي انت. تصدق يا استاذ، اختي لهلا ما بتحاكيني مثل العالم لاني اخذت منه هالكم ليره. لك وين ضل منكم بهالايام وين؟ شو رايك؟ بشو؟ شو رايك في عندي مكتب تستلمه بالليل، يعني بيجينا فاكس بيجينا تليفون بترد عليه، فشو رايك؟ يعني ما بدها يعني، انت وافق. هي كلها 3 ساعات بالليل، احسن ما تقضيها بلعب الشده بالنوفره يا بالروضه. مثل ما بدك، والحقيقه انك رجال محترم. هي كارتي، تعال عندي المساء حتى تستلم الشغل. تكرم استاذ. يبرا، بالمناسبة خلي الشغل سري بيناتنا حتى ما يزعل معلمك. ما سألني قديش الراتب. استاذ انت كريم ونحن بنستاهل. تستاهل 25,000 بالشهر منيح؟ قديش؟ شو قلت؟ إلا كان بدك إياني أضحك عليك، لك يا عمي يا سطيف، في حدا بهالأيام بيشغل واحد من 7 ل3 15,000. بالمناسبة بدي هذا الراتب يضل سر بيناتنا ها، لأنه أعلى راتب عندي بالشغل 35,000، ما بدي تسوي لي شوشرة مع الشباب. أنا أعطيتك هذا الراتب لأنه حبيتك. استاذ رفيق، صباح الخير انسه ليلى. اهلا وسهلا، شو هالمفاجأة الحلوة؟ تفضل تفضل. لا اذا لحالك ما رح فوت. لا مالي لحالي، الماما جوا، تفضل. اذا هيك بفوت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين استاذ رفيق، تفضل. يا اهلين وسهلين. ماما. نعم. تفضل تفضل. رفيق ابن ابو الوليد. اولا يا ميت اهلين وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين. نور البيت والله. تسلمي. اهلين وسهلا. يا اهلا وسهلا. كيف الاهل؟ تمام. كيفك خالتي؟ والله الحمد لله تمام خالي. اهلين وسهلا. صباح الخير انسي صفاء. صباح الخير يا بيه. تفضلي عادي. عفوا بس مش لايقه وحضرتك واقف. طمنيني، كيف شايفه الشغل عنا؟ الحمد لله. عادي شرفي. بدك مني شيء يا بيه؟ لما بحتاجك بندهلي. شكرا. لوين بدك توصلي يا بنت؟ هدي شوي. عم بتحاولي تغوي هالرجال الكبير الاختيار بأمل صفقة تاخدك على الغنى دفعة واحدة. طيب ما هذا المنطق. ليش الضحك على الدقون؟ Pronto? Mi scusi se insisto, professore? Non importa, non importa. Sono felice quando vedo una studente come te, molto brava. Allora, potete venire a trovarla oggi?
عليه صفاء شرفي. اولا يا ريت تنسي لي حكايه البنك. انا كنت مدرس قبل ما اكون رجل اعمال، واحب لقب لقلبي كان لقب الاستاذ اللي كانوا يخاطبوني فيه تلاميذي. تكرم استاذ. ثانيا فنجان قهوه ساده لو سمحت. الو. ايوه. كيفك ابو سطيف؟ منيح. مين عم بيحكي معي؟ لا يا ابو سطيف، ولو انا المعلم جبرة. شو نسيت تمر علي مبارحة؟ اهلين اهلين استاذ جبرة، بس نحن ما حددنا موعد ثابت. طيب ماشي الحال حبيبي، شو عندك اليوم المساء؟ اليوم المساء ما عندي شيء. حلو، معناها بتمر علي اليوم الساعة 9 على المكتب. الساعة 9 بأمرك. بانتظارك. ايه بانتظارك ابو سطيف، ولا تتأخر ترى بزعل منك ها. لا كل شيء إلا زعلك. 9 إن شاء الله بكون عندك. ماشي، مع السلامة، الله معك. يسلموا ايديك يا خالي، القهوة كثير طيبة. صحة وهنا إن شاء الله. ساوي لك فنجان تاني؟ لا تستحي، البيت بيتك. خلص حساوي لك فنجان تاني. حنعذبك ماما. تقبريني عذابك راحة. 100 أهلا وسهلا. أهلين فيكي. ريم اتصلت شي بعد ما سافرت على إيطاليا؟ ايه اتصلت أكثر من 20 مرة، وأكثر شيء بالبابا. أستاذ رفيق، عدم المؤاخذة، ما بعرف، أنا حاسة إنه في تمك حكي وكأنك عم تدور على شيء وملبك. ممكن أعرف شو هو؟ خير. نورا عم تجي لعندكم؟ ايه عم تجي. يسلموا الايدين. شكرا. بالمناسبة العطر اللي حاططيه ريحته حلوة كتير. شكرا. عادي ليش واقفة؟ ما بدي اعطلك. لا ابدا، ما عندي شيء هلا. شاعر بالضجر وحابب احكي مع حدا. تفضلي عادي. هي وزارة الداخلية. الو. اهلين ام الوليد. جادوا بطريقه لعندك وكل شيء طلبتيه معه. طيب مع السلامة. ايه هدي شوي ومروق علينا يا معلم جبرة. طول بالك، شو بك؟ ما خليت شي لطولة البال يا طاهر بيك. اللي هلا على شو بدك تعزمني؟ خير ان شاء الله، الله يجيرنا من هالزيارة هي. بيقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب. طاهر بيك، إياك ثم إياك تجيني بأمر ما إلي علاقة فيه من البداية. ها، ما عاد اتحمل بنوب لا من قريب ولا من بعيد. خلصت. ممكن نحكي هلا؟ نحكي، شرك. تفضل. هذا يا سيدي القصة وما فيها. شو بكي سوسن؟ مالك طبيعية هالأيام. أنا؟ لك أنا يا بشوفك شاردة يا صافية، كأنك مهمومة. شو قصدك؟ ولا شيء، بس قصدي يعني ما عاد سوسن مثل القديمة. سوسن اللي كانت مالية البيت حيوية ونشاط وضحك ومزح، وكل أيامنا كانت أفراح وليالي الملاح. شو بنا الشباب؟ شو بكي؟ ليش هيك صرختي؟ ما في شيء، يمكن اخذ برد مشان هيك وجعني بطني. طيب بطلب لك دكتور، وإذا احتاج الأمر بحجز لك غرفة بالمستشفى. مستشفى؟
أهم شيء المستشفى. مين بده ياخذني على المستشفى؟ أكيد مو أنت، لأنه بتخاف تنكشف. رجعنا للأسطوانة القديمة. سوسن يرضى عليكي مهليني فترة تانية بس، ولا ناوية تهدمي بيتي فوق راسي يعني؟ لإمتى بدي ضل خايفة من كل اللي حوالي؟ خايفة منك، خايفة من أهلي، خايفة من الناس، خايفة من حالي. بتعرف حاسة حالي كأنه سجين محكوم بالإعدام مع وقف التنفيذ. لاني طايلة موت ولا عرفانة أعيش. صفاء، احكي لي عنك. ما في شي بيستاهل احكي عنه. انا عايشه مع اخي وكنت عم دور على وظيفه، وهلا صرت موظفه عند سيادتك. يا ريت المسؤولين عنا يكون عندهم هالقدرة على الاختصار. عفوا لا تأخذيني، يمكن عم ضايقك بأسئلتي. الحقيقة كنت ضجران وحبيت دردش معك شوي. لا لا، ارجوك ما تفهمني غلط.